السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا من اخر فيديو عملته معاكم، وشكرا بجد من كل قلبي لكل تعليقاتكم وكلامكم الجميل اللي بيفرح قلبي دايما. ان شاء الله راجع لكم النهارده بفيديو جديد، وجاي لكم بقى ببشرة حلوة جدا بخصوص الاسعار. وعايزة اقول لكم يعني الاسعار ما شاء الله، اسعار الخضار في السوق نزلت بشكل كبير جدا، ودي فرصة طبعا حلوة يا بنات لازم نستغلها كده قبل دخول العيد، على اساس بقى لو محتاجين نشتري شويه خضار شويه طلبات كده للعيد ونفرصها، لان انتوا عارفين يعني في دخلة اي موسم الاسعار بتزيد يعني بشكل اوفر قوي، فبجد دي فرصه حلوه جدا. تعالوا بقى اقول لكم على الاسعار، وكمان هشارك معاكم كده شويه افكار حلوه تقدروا كده تستفيدوا منها. فخليكم معايا كده علشان تعرفوا كل حاجه. وتعالوا كده نبدا بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيعي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم امي وجميع موتانا يا رب العالمين. نبدأ بالأساسيات يا بنات، وانتوا عارفين ان دايما أول مشتريات بنشتريها هي الأساسيات، سواء بقى بصل أو بطاطس أو طماطم. فأنا هنا جبت كده 4 كيلو من البطاطس، جبت كده كل كيس عبارة عن 2 كيلو من البطاطس. ال2 كيلو كانوا عاملين 25 جنيه، يعني الكيلو تقريبا ب12 ونص. فجبت كده 4 كيلو ب50 جنيه، وأنا كترت بصراحة من البطاطس لأن البياعين كلهم النهاردة يعني اجمعوا ان البطاطس سعرها خلاص هيغلى يعني الفترة الجاية بشكل اوفر جدا، يعني ممكن توصل ل20 جنيه. فبجد يعني حاولوا كده تخزنوا كده شوية بطاطس اليومين دول قبل سعرها ما يزيد، لان انتوا عارفين يعني في دخول العيد خلاص طبعا الحاجات دي لازم تغلى. وكمان بيقولوا ان الناس بدأت بقى تخزنها في التلاجات علشان خاطر العيد. فلو تعرفوا تجيبوا كمية كده وتخزنوها هتنفعكم كتير. البطاطس كده اللي بيكون فيها نقطة حمرا دي بتكون جميلة جدا بقى، سواء بقى تعمليها يعني صواني هتحمريها. اختاري كده البطاطس اللي بيكون فيها نقطة حمرا كده، دي بتكون حلوة قوي. انا جبت كده زي ما قلت لكم 4 كيلو ب50 جنيه. جبت كمان طماطم، جبت برضو 2 كيلو طماطم كده. طماطم بقى جامدة للسلطات اللهم صل على سيدنا محمد، لو للجبن والحاجات بقى النواشف وكده. جبت 2 كيلو كده من سعر 7 ونص الكيلو، يعني جبت ال2 كيلو دول ب15 جنيه. يعني سعر الكيلو 7 ونص دول، ان شاء الله يا بنات حلوين كده برضو يقعدوا معايا فترة. وما شاء الله الطماطم برضو الفترة دي حلوة جدا. وعايزة اقول لكم يعني هي تقريبا سعرها كان اقل من كده، لان انا كنت من فترة سامعة ان قفص الطماطم كان واصل ل100 جنيه. بس طبعا في انواع كتير في الطماطم، يعني من الطماطم في السوق، فخلوا بالكم طبعا لان في طماطم بتبقى يعني جواها دود وكده مش بتكون سليمة ومش بتكون حلوة خالص. دي طبعا هتلاقوها التلاتة منها ب10 جنيه. فلو هتجيبوا منها برضو يعني خلوا بالكم كده وتبصوا عليها. انا جبت دولت زي ما قلت لكم بقى للسلطة للجبنة للحاجات بقى اللي هي الناشفة وكده. جبت كمان للطبيخ 3 كيلو كده للطبيخ. سعرها برضو حلو جدا، لقيت الكيلو كده فيها من سعر 5 جنيه. ما شاء الله يعني لقيتها ناشفة وجميلة زي بتاعة السلطات بالظبط. دول كده ان شاء الله هعملهم معاكم بقى صلصة بإذن الله في الفيديو الجاي للعيد. يعني ان شاء الله كده ينفعونا بإذن الله للعيد الكبير. فعايزه اقول لكم يعني انا لما روحت البيت بصراحه ولقيتها جامده كده وجميله، قلت ده مفيش فرق خالص ما بينها وما بين ام 7 ونص. وقلت لو كنت اعرف من الاول كنت جبت طبعا الكميه كلها من ام 5 جنيه. بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. فبوريكم هنا ان الاتنين زي بعض بالظبط. فطبعا هي مش هتخسر ان شاء الله كده برضو هحاول اجيب كميه كمان واصلصها معاكم كده باذن الله للعيد ان احيانا الله. الطماطم برضو سعرها هيغلى، فعاوزين برضو كده نلحق نفرز كده كميه، لان طبعا العيد بقى طبيخ واكلات وكده، فمفيش غنى عن الطماطم خالص. جبت كمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، جبت 2 كيلو كده من الفلفل، والفلفل ب10 جنيه. انا جبت 2 كيلو كده ب20 جنيه. ودول بقى يا بنات ان شاء الله كده برضه هعملهم معاكم مخلل لاكلات العيد. احنا بصراحة بنحب الفلفل في المخلل جدا، خصوصا بقى لو فلفل حراق كده وحامي بيكون جميل جدا. الفلفل كله عامة في السوق برضه ب10 جنيه، سواء بقى الطويل او الكوبي. ما شاء الله جميل جدا اليومين دول. فبصراحة الخضار كله ما شاء الله جميل زي خضار الشتاء بالظبط، تحسيه كده طازة وفي لمعة كده وما شاء الله، خصوصا بقى لو يوم سوق او حاجة. لا بجد يعني بيفرق جدا في يعني في شكل الخضار. فما شاء الله يعني جبت زي ما قلت لكم كده 2 كيلو ب20 جنيه، ان شاء الله هعملهم معاكم مخلل. طيب جبت كمان ايه، جبت برضو 2 كيلو ونص كده بتنجان كوبي. الكيلو فيه برضو عامل 10 جنيه، انا جبت بقى ب15 جنيه. يعني جبت كيلو ونص، يعني ما جبتش 2 كيلو، معلش جبت كيلو ونص كده ب15 جنيه.
وزي ما قلت لكم قبل كده ان البتنجان طبعا في الصيف بيبقى ده وقته بصراحة، بينفع بقى في حاجات كتير جدا. يعني بندخله بقى في الغدا، ممكن طبق مسقعة، ممكن مثلا مسقعة برضو باللحمة المفرومة، ممكن مثلا تشوي منه كده جنب اي اكل. فبصراحة لا، يعني اكلات الصيف بالعيش بتبقى حلوة جدا ما شاء الله. يعني البتنجان برضو الاسود ده يا بنات بيكون كده خفيف من جوه ومش مبذر خالص، فلما تلاقيه كده يعني بيكون اسود قوي وفيه لمعة كده تعرفي ان هو بيكون جميل. وفي نفس الوقت كده البتنجانة تمسكيها تلاقيها خفيفة معاكي. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى تصلي على النبي كتير في التعليقات وحطي لايك للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. طيب جبت كمان ايه، جبت برضو كيلو ونص كده بتنجان طويل، وده بقى غالي شوية. هو في السوق بصراحة ب15 جنيه في كل مكان، بس انا اخدت كده الكيلو ونص ب20 جنيه. ده بقى بعمله مخلل، بيبقى حلو قوي برضو مع اكلات الصيف. بحطه بقى في علبة كده وبعصر عليه ليمون، طبعا بعد ما بحشيه بالدقة، وان شاء الله هعمله معاكم برضو. بيقعد معايا طول الاسبوع واكتر كمان ما شاء الله، بيبقى حلو جدا. واهم حاجة بس تحطيه في علبة كده وتسحبي منه بقى مع الاكل. بصراحة بينفع في حاجات كتير، حتى لو هتقليه برضو وتحشيه بالثوم بقى وبالدقة اللي هنعملها مع بعض. يعني انا طول الصيف مش بستغنى عنه خالص، حتى لو مفيش عندي حاجة خالص للفطار للبنات، ممكن مثلا بنعمله سندوتش مع كوباية شاي. بصراحة بيبقى حلو قوي جنب حتة جبنة، فحلو قوي بصراحة، وفي نفس الوقت كمان يعني مغذي. جبت كمان خيار بلدي حلو قوي، الكيلو فيه برضو تقريبا ب12 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب15 جنيه. الخيار برضو في الصيف حلو، زي ما قلت لكم احنا مش بنحبه في الشتاء بصراحة، يعني احنا طول الصيف لازم بقى يكون موجود خيار. بنجيبه بقى يعني، ممكن احط منه مع السلطات، ممكن مع الجبن برضو والفطار والغدا وكده، بينفع في حاجات كتير. لو حابين برضو تعملوا منه خيار مخلل حلو قوي، خصوصا برضو مع اكلات برضو العيد بقى، اللحوم والحاجات الجميلة دي ان شاء الله بينفع جدا. بس ما تكتريش، يعني لو هتعملي بتنجان خيار مخلل ما تكتريش منه، لان طبعا المخلل لما بيقعد فترة كتيرة في المية والملح بيطرى قوي. فلو هتعملي مثلا اقل حاجة او اكتر حاجة بالنسبة لك ممكن تعملي 2 كيلو. لو هتعملي كيلو بكيلو هيبقى حلو برضو، مش يعني مش هيبوظ معاكي. جبت برضو بصل كيلو وربع كده ب10 جنيه، وما شاء الله البصل بقى ناشف اليومين دول وجميل جدا. يعني لو عندكم بقى مكان وبتحبوا كده تفرزوا البصل طول السنة، ده اكتر طبعا وقت مناسب انك تجيبي فيه بصل وتخزنيه معاكي من السنة للسنة. ما شاء الله حلو كده، ويعني الورق بتاعه بقى ناشف كده وما تقلقيش منه خالص. اهم حاجة كده تحطيه في مكان لو هتجيبي كمية ما يكونش فيه شمس. طيب جبت كمان ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، جبت اناناس كيلو وربع برضو ب20 جنيه. عايزه اقول لكم الاناناس ده يا بنات ريحته حلوه بشكل، يعني ما شاء الله اليومين دولت بقى جميل جدا، وبيطري كده ومسكر، وفي نفس الوقت يعني من الفاكهه بقى الصيفيه الجميله، طبعا كلنا بنحبه وما نقدرش نستغنى عنه كده، خصوصا بقى في جو الحر اللي داخل علينا ده. جبت كده اتنين، تقريبا كيلو ربع ب20 جنيه، ما شاء الله برضو حلوين قوي. و... واوقات برضو بنعمله عصير كده بالحليب او باللبن، بيبقى حلو جدا. جبت كمان 2 كيلو عنب، الكيلو ب20 جنيه. جبت كده أربعة 2 كيلو ب40 جنيه، يعني الكيلو ب20 جنيه. برضو العنب من الحاجات اللي في الحر حلو قوي، وسعره كمان رخيص جدا، يعني غير الأحمر خالص، وفي نفس الوقت طعمه مسكر وجميل قوي. بصراحة سعره يعتبر ببلاش خالص، يعني الكيلو ب20 جنيه مش حاجة خالص، مفيش فرق بصراحة ما بينه وما بين الأحمر. حلو جدا كده، يعني بغسله برضو وبحط عليه كده شوية خل، وبسيبه بقى نضيف في التلاجة كده، الولاد رايحين جايين كده يسحبوا منه. حلو قوي يعني في جو الحر كده، وبيرطب طبعا على الأطفال وعلينا كلنا. فلا بجد العنب ده حلو، أنا كنت قلقانة منه بس لما جبته لقيت طعمه مسكر وجميل جدا. يعني ممكن تشوفيه تقولي لونه اخضر وكده، لا بس لا والله جميل جدا في الاكل، انا متاكده ان انتوا لو لقيتوه وجربتوه هيعجبكم قوي. جبت كمان كيلو خوخ سكري، ما شاء الله برضو الخوخ من الفواكه الجميلة جدا ومالي السوق يا بنات، سعره حلو قوي بصراحة. يعني من حوالي اسبوع كده كان ب45 و50 جنيه. الاسبوع ده بقى اللي هو السكري والبلدي كله ب30 جنيه، يعني نفس السعر مفيش اختلاف خالص. ما شاء الله كمان يعني جميل ولونه حلو قوي وطعمه مسكر جدا. انا بصراحة يعني ما كترتش منه ومش بحب اكتر منه، يعني يوم ما بشتري بجيب كيلو كيلو ونص بالكتير. عندي بصراحة ابني الصغير لما بيكون بقى موجود عندنا خوخه كده يفضل بقى رايح جاي على التلاجة لحد ما يخلصه، يعني لو حطيته قدامه كده لوحده هياكله في ساعة او في نص ساعة. فبصراحة كل مرة بيسخن وبيتعب مني قوي، فما حبيتش اكتر منه على اساس يعني ما يكونش كتير ويتعب منه.
جبت كمان كيلو مشمش، وبرضو المشمش سعره يعني كان الاسبوع اللي عدى كان ب50 وب60 جنيه، كنت جايباه ب60. الاسبوع ده برضو سعره بقى فيه ب35 وفيه ب40 جنيه. مسكر برضو زي العسل ان شاء الله كده. مستنيه برضو سعره يعني ينزل شويه عن كده، واجيب بقى كميه كده واعملها معاكم مربى. طبعا مربى المشمش بتبقى حاجه من الحاجات التحفه الجميله يعني من الحاجات بجد اللي حلوه قوي. وخلوا بالكم يعني هو مش بيغيب خالص في السوق، يعني بيقعد شهر بالكتير وبتلاقيه اختفى. فلو حابين بقى تجيبوا منه دلوقتي وتعملوا مربى، ده برضو اكتر وقت مناسب ليه. ان شاء الله كده هعمل معاكم باذن الله كميه، بس مستنيه يعني سعره ينزل شويه عن كده. جبت كيلو ونص، جبت منه كيلو ب40 جنيه. طيب جبت كمان يا بنات كيلو ونص من الموز، من سعر 30 جنيه، يعني الكيلو ب20 جنيه. محبتش برضو بصراحة كتر من الموز قوي، لان الموز يعني من الفواكه بقى اللي يعني روحها قصيرة قوي. طبعا في الصيف غير الشتاء خالص، الشتاء ممكن يقعد عندك كده لمدة اسبوع زي ما هو، ولكن الصيف بصراحة هو اول يوم ويا دوب كده تاني يوم على طول تلاقيه بقى يعني طري معاكي كده وبقى دبلان ومش حلو خالص. فانا جبت كيلو ونص كده ب30 جنيه. وعايزه اقول لكم يعني حلو قوي برضو لو هتعملي عصير بحليب، لو هتعمليه مثلا تدخليه في جيلي في كيكه في اي حاجه من الحاجات دي. طبعا كل الحاجات دي حلوه في الصيف، والفاكهه يعني بصراحه سعرها رخيص جدا الفتره دي. طيب وانا ماشيه بقى لقيت كده السردين القمر ده، وانا بقى من عشاق بصراحه السردين. انا جبته بصراحه يا بنات، قلت بقى هعملهم يعني سردين اللي هو المخلل او اللي هو المحدق. بحطه بقى في علبه كده وبسحب منه طول الاسبوع. انا والبنات كده بنفطر منه، بناكل منه كده في وسط اليوم. حلو جدا وبنحبه في الصيف كده يعني. اكلات العيش كلها بصراحه حلوه قوي في الصيف، احنا بنحب اكلات العيش جدا طول فتره يعني فصل الصيف وكده. كيلو كمان ب70 جنيه، وما شاء الله جميل يعني ينفع كمان قلية يبقى حلو قوي. ان شاء الله كده ناوية لما انزل اجيب منه كده واعمله برضو في صينية، بيكون لذيذ وجميل جدا في فصل الصيف. وبس دي المشتريات اللي انا جبتها. تعالوا بقى اوريكم، لقيت برضو صابون كده حلو وجميل. بس طبعا السردين من الحاجات اللي ملهاش روح برضو بره التلاجة، ممكن يفتح منك ويبوظ بسرعة. فانا فضيته كده على اساس بقى ان انا هغسله واحطه جوه التلاجة على طول. هو طازة زي ما انتم شايفين كده، وما شاء الله جميل جدا. عايزه اقول لكم ان هو في الايام العاديه اصلا يعني سعره بيعدي ال100 جنيه. انا كنت جايباه كبير شويه عن ده من فتره قريبه جدا، وكان الكيلو ب120 جنيه. ازاي انا مش عارفه. فبصراحه لما لقيت ده ب70 جنيه جبته على طول. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت كمان، لقيت الصابون ده كده الناس كلها بتاخد منه، وما شاء الله كده يعني طوابير واقفين عليه، فقلت اجيب كده اجرب. جبت كده 2 كيلو. ده كيلو كده لسه ما فتحتوش وفتحت بقى الكيلو التاني كده، وما شاء الله عمل معايا كمية حلوة قوي. يعني بصوا هوريكم دلوقتي ملالي ازازتين من الازازة بقى بتاعت الصابون اللي هو البريل الجاهز ده. الكيلو طبعا منه عامل تقريبا 7 جنيه او 7 ونص. انا مش فاكره بصراحه، بس هو يعني مش هيزيد عن كده. حلو جدا يا بنات، وبقيت اقول يا ريتني جبت منه كده ب50 جنيه كميه حلوه. انتوا عارفين طبعا ان انا دايما بعمل معاكم، كنت بعمل في القناه القديمه دايما صابون هايلوكس وبهجه والحاجات اللي هي الجاهزه دي. بس بصراحه الصابون ده اول مره اجربه وعجبني جدا، ما شاء الله كمان تقيل ورغوته حلوه. ويعني ممكن كمان تخف الازازه كده بشويه، لا بيقعد معايا فتره كده وعجبني قوي. صلى على سيدنا محمد. المهم جبت كمان سلك مواعين برضو ناعم كده ب5 جنيه. بحب كده انضف بيه الحلل بقى الاستانلس والبوتاجاز. وجبت كمان كيلو برسيل جل سايب كده برضو ب7 جنيه. ده بقى جبته للغسالة الصغيرة وغسالة الأطفال برضو يعني. بيدي ريحة جميلة كده للغسيل. أنا مجربة قبل كده طبعا بس من مكان تاني، فلقيته برضو قلت كده أجيب كيلو بفضيه في إزازة بقى يعني بستخدمه دايما في غسالة الأطفال. كمان ريحته حلوة وموفر قوي. وجبت كده الكيس ده، لقيت كده الاكياس دي متعبيه جاهزه عند الراجل ب3 جنيه. انا بحب جدا اللي هو صابون العجينه ده. بحب اغسل بصراحه بيه الهدوم البيضه في غساله الاطفال. بصراحه بيخلي الغسيل نضيف وبيخليه كده جميل ولونه حلو قوي. انتوا عارفين ان انا دايما بغسل الغسيل الابيض في غساله الاطفال. وبس كده دي كل المشتريات بالاسعار والحاجات اللي جبتها معاكم النهارده. حاجات اقتصاديه ويعني مش مكلفه خالص. ومشينا الدنيا كده، وان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي نعمل مع بعض بقى شويه تفريزات حلوه من الخضار ده لشهر رمضان.
بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناة علشان توصلكم كل فيديوهاتي وتشوفوني على طول. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.